ده دلوقتي الوضع في الاسكندرية. حد يصدق دلوقتي ان احنا في شهر 6 في عز الصيف؟ اظن اللي يشوف منظر زي ده دلوقتي يقول ان احنا في شهر طوبة في الشتاء. سيول ورعد وبرق هل ده غضب من ربنا ولا ده بشرة خير ولا ده ايه بالظبط؟ محدش عارف. عمري ما شفت في حياتي اللي بيحصل النهارده ده. شايفين سيول. الاسكندرية الان اظن اللي مش في اسكندريه مش هيصدق ان احنا دلوقتي ان الفيديو ده بتاريخ النهارده كام؟ 6 13/6 2023. وبالاماره الاهلي اخد كاس افريقيا اول امبارح. الاهلي والزمالك بس الاهلي بعد ماتش الزمالك وكل حاجه. الغريب ان الجو حر جدا يعني انت في عز جوا انت في عز الشتاء، لكن تحس انك حران جدا. شيء غريب بصراحة ملوش تفسير. يعني تخيل نفسك كده ان انت تنزل البحر دلوقتي والسماء مغيمة كده والدنيا بتمطر والجو حر عادي، فانت عادي انك تنزل البحر. عشان ما ناخدش مخالفة نقفل الفيديو دلوقتي. شايفين الجو عامل ازاي؟ سبحان الله سبحان الله. عايز اقول لكم كان في برق ورعد شديد جدا. فين السما عامله ازاي؟ مستحيل يكون ده صيف شهر 6 ابدا. يعني السنه دي غريبه بكل ما فيها. تحس ان رمضان ما جاش. يعني اشك ان رمضان جاي اللي احنا صمنا شهر. احنا صمنا شهر على انه رمضان. انا ما حسيتش ابدا انه رمضان. احنا دلوقتي في عز الصيف شهر 6 اللي هو داخلين على شهر 7 والجو حر جدا والمطره شديده جدا وبرق ورعد وغيامه مش فاهم بصراحه. حبيت افرجكم على الاجواء في اسكندريه. طبعا انا ما نزلتش الا لما المطره هديت شويه، لان المطره كانت شديده جدا. فطبعا احنا بقى مش لابسين جواكت ولا بتاع، فهننزل بقى نتغرق. فطبعا فضلت انتظر على قد ما اقدر انها تهدى، وبالفعل هي هديت كتير كتير يعني.
عايزكم بقى تقولوا لي في الكومنتات اللي احنا فيه ده معناه ايه، علشان بصراحة بالنسبة لي انا ملوش اي تفسير تماما. عربيتها واقفة بتشفط المية. واخواتنا اللي في الدول التانية عرفونا الاجواء عندهم عاملة ايه، وهل اللي بيحصل عندنا النهاردة ده حصل عندهم قبل كده؟ يلا اكتبوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.